أهلا بيك في قناة كادر 5 في 5، وده الجزء الثاني من سلسلة الأفضل في 2025. السلسلة اللي بدأناها علشان نغربل الزحمة اللي بتحصل كل سنة ونطلع لك الأعمال اللي فعلا تستاهل. ويمكن أكتر سؤال بيوصلنا هو إزاي بتختاروا الأفلام دي؟ وصدقني العملية مش بسيطة. بنقعد نتابع الإنتاجات من أول إعلان لحد نزول الفيلم، نقارن بين الآراء العالمية، نفكك الحكايات ونراجع التصوير والإخراج والمؤثرات، وكل ده علشان نوصلك قائمة صادقة وواضحة. والسنة دي فئة الخيال العلمي والفانتازيا كانت أصعب اختيار. 2025 جابت موجة أفكار جديدة، عوالم معمولة بحرفية وحكايات بتشدك من أول لقطة. عشان كده التجميع خد وقت ومجهود كبير، ومش هتتخيل كمية الأعمال اللي استبعدناها علشان نختار ال10 دول بس. وقبل ما ندخل في الترتيب خليني أفكرك إن المحتوى ده بيطلع بشغل طويل، فلو شايف إن اللي بنعمله يستاهل ما تنساش اللايك والاشتراك. دعمك هو اللي بيخلي السلسلة دي مستمرة وبيخلينا نرجع لك بجزء جديد كل أسبوع. يلا حضر نفسك، لأننا دلوقتي هندخل لأقوى 10 أفلام خيال علمي وفانتازيا في 2025، والقايمة دي هتفاجئك من أول مركز لحد رقم 1. نبدأ من المركز العاشر مع فيلم بوردرلاندز. التصنيف خيال علمي وأكشن وفانتازيا، بطولة كيت بلانشيت وكيفن هارت وجاك بلاك، وإخراج إيلي راث. تقييم IMDb 6.8. الفيلم بياخدك على كوكب صحراوي فوضوي مليان عصابات ومسوخ وتكنولوجيا